ايه؟ ابني متجوز وعنده ابنك متجوز وعنده بنتين اتنين. ايوه. والمدام بتاعته كل شويه هو بقى بيشتغل شغلانه يعني بسيطه من الساعه 9 الصبح، بيرجع الساعه 11 12 بالليل. اها. مرتبه حوالي 1000 جنيه. مرات ابنك؟ مرتب ابني 1000 جنيه. مرتب ابنك ايوه. 1000 جنيه؟ ايوه. مش مكفيين مراته مش مكفين مراته ولا البنتين طبعا. ولا ما هي غلبانه برضو، خلي بالك. اه. لا لا، ما هي مرات ابنك غلبانه، ما هي معاها جوز. اه. لو كل بنت جابت حته بتاعها بعد الفطار راحوا 50 جنيه، ايوه. يبقى عايزين 1000 ونص بس للبنتين بعد الفطار. ايوه. طب هي تعمل لابنك الرز والمكرونه بايه برضه؟ طبعا. يعني اوعي تطلعي مرات ابنك جبانه وكافره بالله. ابنك مرتبه 1000 جنيه، ده يا دوب يجيب بيه توك توك اخر الشهر يوصل بيه لمراته، ده أيوة. كتر خيرها انها عايشه. شجعيها حاجه، علميها التدبير وهات العدس وقول لها البصاره نعملها 3 ايام والعدس في يومين ارجوكي. ماشي ماشي، انا مع حضرتك. انا بديها يعني ربنا يعلم انا بدي زي ما انا عندي. شاطره. ماشي، بساعد ابني واللي هو عايزه بيجي ياخده مني او حاجه زي كده. حلو قوي. رز سكر اللي عند ربنا. حلو حلو. بساعده بيه ايه معايا. المشكله بقى؟ لان ده حق عليا. ايه المشكله؟ ماشي. المهم هي غضبانه عند مامتها من زهقانه من الفقر، الله يخرب بيته. ماشي. غضبانه الله عند يخرب مامتها بيته ومش الفقر عايزه ده. ترجع. والام والاب ما مش يعني مش يعني مش بيقولوا لها لا عيشي او كده ايوه او تحملي او شويه او كده، ما فيش. ايوه. انت قاعده معاهم في نفس البيت؟ لا لا لا، هو قاعد عند امها في بيتهم يعني. هو قاعد فاهمني. وامها برضه ما بتساعدش في حاجه كده؟ انت تساعدي وهو تساعد لغايه لما الواد. اكيد بتساعد. وتعاونوا على البر اكيد والتقوى. انا بعد اذنك يعني انا عايزه كلمه حضرتك بس تساعدهم بيها. حاضر. ان هم يعني تتحمل العيشه شويه. حاضر على عيني، تسلمي والله، يعني بكتر خيرك. تتحمل انا كنت مفكرك هتبقي قاسيه عليها في التهم والكلام. لا يا لكن رب. انا لازم اقول لها يا دكتور. الحمد لله، بشكرك يا منى. لازم اقول لمرات ابنها اتقي الله في الست الطيبه دي وفي ابنها وبنتينك يا اختي. وما دام جوزك قاعد معاكي عند اهلك فالكوره في ملعبك بقى. يعني لو انت قاعده عند منى ومنى عماله تلدعك يا بكلمه يا بقرصه يا تنشف ريقك، اديك قاعده عند امك وخدت الواد وامه كمان وراه يا ولدي بكيس سكر وكيس مكرونه. لا يا منى ما تغضبيش يا اختي. لو غضبت هو يروح فين؟ هيروح عند امه؟ مش هيروح عند امه، هيتلقح في الشارع وهيبقى بتاع بانجو الصبح وهيقتل النائب العام الجديد. انا بقولها لك اهو، بقولها للرئيس. اللي زي جوز منى ده هو اللي ممكن واحد يلقطه ويعده عشان يقتل نائب عام جديد ان شاء الله بعد 20 سنه، ينفذ الخطه. لانه مش لاقي 1000 جنيه وتلاقيه بيسجر. يعني مش معناها منى مرات ابن منى لو هي بتكلمني دلوقتي هتقول لي انا بشوف 1000 جنيه، ده بيلقح لي 200. هقول لها ليه؟ تقول بسجر، بجيب له كلهم علبه ب 20 ب 600 جنيه في الشهر، ومواصلات بيلقح لي 200. اعمل بيهم ايه يا بيه؟ انا رد معروف. كنت بتتجوزي ليه يا كلبه؟ امال ايه؟ ما احنا بنستنى لما الفاس تقعي في الراس وبعدين اعمل ايه؟ ما كنتيش اتجوزتي من الاول. بس احنا دلوقتي اتوحلنا، فاصبري بقى. امك تساعد وامه تساعد وربنا يهيئ الظروف للبلد الكويسه والامن يتحقق والدنيا تبقى جميله.